كابتن سامي الجابر. أول شيء أحييك كابتن. أول شيء كنت أشوفك المصورين تأشر في شغله. أول شيء حياكم الله في التمرين، حق سعيدين وهذا مو شيء يعني مو بغريب أو مستغرب من قناة الوطن، قناة الرياضية، وهذا دعم حقيقة، دعم يعني نعتبره أنا دعم مهم جدا في هالوقت هذا نحتاجه. نشكر القائمين وعلى وجه الخصوص صاحب سمو الملك الأمير تركي بن سلطان بن عبد العزيز، وكيل أو المشرف على القناة الرياضية. حقيقة أنا بالنسبة لي فعلا الحديث في الميدان أكثر من أن نتحدث عن أمور أخرى. يعني ما أدري إذا في عندك أسئلة ممكن تسألها أو تعطيني المساحة لأن نتحدث. المباراة لا يعني مباراة بكل أمانة هي مباراة منعطف في تاريخ نادي الهلال، منعطف خطر في تاريخ نادي الهلال، أو عنق الزجاجة لعمل أكثر تقريبا أو 3 سنوات على وجه الحدود في إدارة الأمير عبد الحميد بن سعد وإدارة الأمير ونائب الأمير نواف، وأيضا الدعم اللامحدود من أعضاء الشرف المؤثرين وعلى رأسهم الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز وأصحاب سمو الملك الأمراء اللي حقيقة دائما يكونون قريبين من النادي. الآن يعني نكون أو نكون ما فيها هذا اللي في الملعب، نكون أو نكون. التوفيق من رب العالمين، نتمنى من الجميع يعني يتوجب الدعاء لنا بالتوفيق إن شاء الله في هذه المباراة، وإن شاء الله نكون في 13 إن شاء الله يكون لنا النصيب الأكبر إن شاء الله في هالبطولة اللي نستحقها. ما أدري، عندي إحساس كبير أنه أو رجعت بالذاكرة إلى التسلسل الدراما اللي حصلت لنا في موسم 2008، بعدين عملنا إعداد وعمل جبار في موسم 2009 حصدنا، وموسم 2010 أيضا تعبنا. يعني على مدى 3 سنوات عانينا. أعتقد كإنصاف من هالبطولة، بطولة تستحق أو اللي يستحق هذه البطولة هو الأقرب نادي الهلال، عطفا على جميع الأشياء اللي أنا ذكرتها ومتابعتي لجميع الفرق المشاركة إلى وصلنا إلى 4 فرق حاليا، منذ بوهان وشقائنا في نادي الشباب اللي أتمنى أن لم نحصل عليها يحصلون عليها، وهذا شعور أكيد ما في كذب يعني أو نفاق، أو إذا ما حصلنا عليها أتمنى الشباب يحصل عليها. لكن حتى ذبوهان الإيراني، ذبوهان ما هو ذبوهان قبل 2 والآن وما قدمه، حقيقة كل الأشياء اللي عملها نادي الهلال في 3 سنوات هو النادي الأقرب لما وصل إليه لأنه يكون بطل القارة. وأعتقد أن إن شاء الله لو الله أكرمنا إن شاء الله بإذن الله أن الله يكرمنا وتوفقنا ورحنا للنهائي إن شاء الله يكون لنا إن شاء الله كلنا حديث، ولكن نتمنى أن احنا إن شاء الله نتعدى يوم 20 لأن يوم 20 منعطف خطر. قبل ما نتحدث عن يوم 13 نوفمبر أعتقد أن يوم 20 هو الأهم. خلينا نتكلم أبو عبد الله معك في جزئيات عامة قبل الدخول في تفاصيل نادي الهلال. أن يتأهل إلى دور الأربعة، 3 من غرب آسيا وفريق 1 من شرق آسيا، عكس ما يكون في المنتخبات في آسيا، أنه مثلا اليابان وكوريا الشمالية راحوا لكأس العالم. ليش الاختلاف ما بين النادي والمنتخب؟ لماذا لم يكن 3 من غرب آسيا من شرق آسيا في ربع النهائي بالنسبة لهذه البطولة على الأقل؟ أنا أعتقد أن الكأس العالم كان له دور كبير، أثرت عليهم بدون أدنى شك أنه كأس العالم والاستعداد لكأس لما يكون استعدادهم ولم يكن مركزين على، لو تلاحظ الفرق الكورية واليابانية على وجه الخصوص هي المتأهلة لكأس العالم المنتخبين، فلم تكن تركيزهم بشكل كبير على بطولات المحلية أو البطولات القارية أو البطولات الإقليمية حتى، لأنه تعرف في التصفيات لو شفت في الأدوار التمهيدية احنا متابعين بحكم أنه احنا متابعين يعني حتى من السنة اللي فاتت، انه حتى الفرق الصغيره الاندونيسيه والسنغافوريه هذا كان لها نصيب اسد وكانت تعمل مفاجات مع انديه كوريه ويابانيه، وهذا دليل انه كاس العالم اخذ منهم النصيب الاكبر في التركيز. لذلك تاهلت الفرق في السيمي فاينل من غرب اسيا وفقط فريق واحد من شرق اسيا. ولكن لو لاحظت انت ايضا انه 4 فرق كوريه تاهلت وفرق اليابانيه خرجت، وهذا يمكن يكون مؤشر انه كان اداء الفرق الكوريه او يعني اللاعبين في كوريا يعني خرجوا بعد اللي عملوا في السنة اللي فاتت، يعني حتى جاتهم عروض، والآن بعد كأس العالم معظمهم ذهبوا إلى أوروبا وأكثرهم ذهبوا إلى أوروبا يعني، وهذا مؤشر. ونفس الشيء ينطبق على اليابانيين. لكن أعتقد أن كأس العالم كان له دور كبير في النقطة اللي ذكرتها، لم يعني يحالفني الحظ، هذا على حسب علمي وعلى حسب يعني معرفتي في ما يدور في الدخول في التفاصيل. بالنسبة لذوبهان الإيراني
يأتي يوم غد سامي، يأتي من وقت يعني ليس هناك مسافة ما بيننا وما بين إيران، ومع ذلك 4 أيام يبقى في السعودية. دلالة على إيش؟ هي تعتمد أصلا نفسيا. ذو برهان عنده 3 نقاط وعنده هدف. العلم عند رب العالمين، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. المباراة صعبة جدا جدا، أنا أتكلم بمعنى فنية صعبة جدا جدا. لولا سمح الله، لولا قدر الله احنا ولج في مرمانا هدف من البداية ستصعب مهمتنا أكثر، لكن ما في مستحيل أبدا. أو الهزيمة بفارق هدف سلاح ذو حدين. نفسيا الادفاندج يبقى للفريق الإيراني، أو أما الفريق الإيراني عنده ادفاندج أكبر، لكن أنت لو سجلت هدف حتبقى أيضا مطالب بهدف ثاني، ولو سجلت هدف ثاني يجب أنك تحافظ، حتى 2 نتيجة 2-1 تذهب للفريق الإيراني. لذلك يجب أن احنا قاعدين نشتغل على نقطة واحدة مع اللاعبين، أن نهيئهم أنه ندخل المباراة بكامل قوتنا. المباراة عبارة عن 90 دقيقة، إذا صارت 1-0 قد تمتد أكثر من 120 دقيقة وفي هذا، لكن بالنسبة لنا يجب أن احنا نشتغل على لعبتنا من الناحية النفسية، أن نلعب أدائنا، الأداء اللي احنا نعرفه عن نادي الهلال، حتى ما نستعجل في الهدف، نلعب أدائنا. احنا دائما في بداية المباراة في كل مباراة نلعب بالضغط من بداية المباراة، ودائما ما نسجل في أول 15 دقائق، وأعتقد أن لو سجلنا أول 15 دقائق حيصعب مهمتنا، ما راح يسهلها. لكن يجب أن احنا نبقى 90 دقيقة انضباط تكتيكي عالي. العناصر اللي حتشارك في المباراة، وهذا شيء علم عند رب العالمين، لكن أتمنى أنها تكون جاهزة، العناصر المفضلة على الأقل، أو العناصر اللي دائما لعبت مع بعض وقت طويل، إذا حضروا وكامل جاهزيتهم، ومع يكون عندك احتياط على مستوى أيضا متى ما دخل يعمل الفرق، أعتقد أن المباراة هنا راح تكون بإذن الله هلالية، لكن نحتاج إلى تركيز لازم أنه يكون مهم. وين صعوبة الفريق الإيراني كابتن؟ يعني شوف احنا لعبنا مع ايران، يعني شفت كمية الفرص اللي جتنا، برضو هم اللي كانت لهم فرص، لكن لو تكلمنا عن كل الفرص سجلت في المباراة، لكن مكمن صعوبة الفريق الإيراني في المباراة الجاية هي مرتدة. عندهم تحكم، سيكون عندهم دفاع قوي اللي هو من بداية من المهاجمين، وحيكون بريسنج في وسط الملعب، وكالعادة في وسط الملعب الدفاع حيكون بوزيشن أكثر في مواقعهم، الارتداد سريع. احنا نقدر نقول انه خسرنا يعني شيء بدفاندج بالنسبه لنا، انه رقم 9 اللاعب الايراني المهاجم السريع سيكون موقوف، وهذا عنده كرتين صفر، لكن رقم 30 عائد للعب مره ثانيه، وهذا حيكون عندنا خطوره. وشفته يمكن التمرين اليوم اعتماد إريك على الارتداد، دائما ارتداد ذلك عمل مساحه الملعب. هذه بدايه، سندخل في التكتيك ان شاء الله خلال ال4 أيام القادمه، لنكون يوم الاربعاء جاهزين. لكن اعتقد ارجع واقول خطوره الايرانيين في الارتداد السريع. لاعب فقط اللي كان عندهم يسبب لنا ازعاج رقم 9، لانه سريع وقصير وسريع، لكن باذن الله سيكون عندنا الحل. ما يجب ان نفكر في الايراني بقدر ما احنا نفكر في انفسنا، ونخلي الايرانيين يفكرون فينا. ايضا في التفاصيل كابتن، اين نقطة الضعف اللي ممكن انت تعطي فيها ضخ هجومي او ضخ قوة بالنسبة للهلال، بالنسبة للفريق الايراني؟ يجب انك تفاجئهم بطريقه جديده. الجميع يعلم ان الهلال يلعب باسلوب، ولو رجعوا الى مباريات السنه اللي فاتت حيشوفون الهلال يلعب باسلوبين، في احيانا في شوط واحد يلعب بنفس الاسلوبين. لكن اعتقد انه في مفاجاه جديده حتكون في المباراه القادمه، والمفاجاه ما اقدر اتكلم عنها، لكن حتكون حاضره ان شاء الله. ايضا من العوامل، هل ان شاء الله يعني من خلال قربكم من اللاعبين الجميع العناصر ستكون جاهزه؟ يبقى الخيار للسيد جيريتس، ولكن يعني موضوع الاصابات الا يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يعني يدوم الحال على ما هو عليه. تحسن كبير في اصابه تياغو نيفيز وجاهز، سيكون اول تمرين له. ايضا ياسر القحطاني سيكون ايضا جاهز بدرجه كبيره في غدا ان شاء الله. عبد اللطيف الغنام قطع شوط كبير وجاهز باذن الله. يبقى ان شاء الله الاختيار عند السيد جيريتس. اعتقد انه إيريك زي ما قلت لك يحضر المفاجاه. ال4 أيام كانت كفيله بان احنا نعرف بالطريقه اللي احنا نلعبها، راح نلعب او راح نستخدم في ال4 أيام اكثر من طريقتين، يعني اكثر من طريقتين، الى ان تكون طريقتين فيه 3 طرق، حيكون من خلالها نعطي السيناريوهات للاعبين انه وش راح يكون في الملعب. اتمنى التوفيق من الله سبحانه وتعالى. اما الامور الباقيه في اللاعبين، اعتقد من سيكون حاضر في الملعب، وان شاء الله الجميع سيكون حاضر، سيكون له بصمه كبيره، ويوم الاربعاء يكون ان شاء الله يوم كبير بكبر هالجماهير العظيمه اللي حاضره. لعبت في اسيا وذكرت الجمهور، يعني اليوم جمهور هذا تمرين، لسه مو جمهور مباراه. يعني اول شيء متى بتسكرون التمرين؟ خلاص ما عاد يجي الجمهور. والله نفكر ما نسكره، كل يوم نفكر نخليه على هالحال ما شاء الله.
لكن يوم الأربعاء 20 أكتوبر سيتفاجأ الإيرانيين بجمهور. ويعني مباراة أذكر الغرافة 3-0، كلامي مع أحد مسؤولين الغرافة أنه أول 20 دقيقة ما قدر يلعب الفريق الغرافة القطري بسبة الجمهور. يعني احنا رحنا إيران كان تقريبا أقل من 10,000، يعني في حدود ملعبهم أصلا ما يشيل إلا 10,000، لكن أقل من 10,000. لكن إذا كان حاضر 60-70 ألف متفرج سنحطم الرقم الأسيوي الجديد بإذن الله، بإذن الواحد الأحد ستزفنا هذه الجماهير إلى نهائي طوكيو 13 نوفمبر. الجمهور سامي، انت لعبت كلاعب في الملعب في بطولة مهمة زي آسيا. احنا اليوم معنا في الاستوديو جبنا تقريبا 3 كؤوس لآسيا بالنسبة للهلال. شلون ممكن الجمهور يصير دافع للاعب؟ يعني نبغى انت توجه لهم رسالة، خلوا اللعيبة يجيبوا اكثر من طاقتهم. لا، خلي الجمهور يجيب أكثر من طاقته. إذا في مباراة الغرافة أول 20 دقيقة أنا متعود مع هالجمهور العظيم مدة 20 سنة كلاعب وكإداري، لكن لما تحس أن المدرج يهتز بالتشجيع بدون ميكروفون وبدون أي شيء، رغبة من الجمهور، شوف كيف العطاء اللي أعطيناه أول 20 دقيقة مع الغرافة، وشوف كيف كانت ردة فعل اللاعبين. يعني أعتقد أن هذا الجمهور إذا صار له ردة الفعل، هو اللاعب يكون مو برقم 12، هو اللاعب رقم 1. طيب كم مرة بتجتمع مع جيرتس الأيام هذه ومع الأمير عبد الرحمن؟ ورانا إن شاء الله طبعا ال4 أيام القادمة هذه فيها اجتمعنا اليوم بالسيد إريك جيرتس، وكانت تقريبا نبغى نشوف بعد رجعت تياغو نيفز وياسر قحطاني وعبد اللطيف الغنام، الثلاثة العناصر اللي بقيت ترجع من الإصابة. حسن خيرات الجميع على منه خارج لأنه صعب الآن، يحتاج إلى فترة أطول. لكن أعتقد بعد تمرين بكرة لنا لقاء في اليوم اللي بعده حتى نحدد بالضبط ونتناقش، ومن ثم نرفع التقرير لرئيس النادي. كنت أشوف رادوي ومحمد، أعتقد الجميع ما شاء طبعا إلا هم قال لي الأمير نواف إنه هذه العادة يعني، لكن ليش كابتن؟ جرت العادة إنه الضربات الثابتة يتمرنوا عليها. شوف ما شاء الله، يعني تلاحظ هذا قمة الاحترافية ما شاء الله. يعني الناس رادوي، محمد شلوب، عناصر كبيرة، يعني لاعبين على مستوى عالي. لكن الكرات الثابتة بيكون لها حتى في يوم 20 بتكون مؤثرة. تذكر كلامي بس بعد المباراة بإذن الله سبحانه وتعالى. أخيرا سامي، لماذا أبعدتوا اللاعبين عن الإعلام من مباراة إيران؟ ليس اليوم فقط، من مباراة إيران لم أجد تصريح حقيقة للاعب في الهلال. تعرف أحيانا يكون طلب أحيانا من اللاعبين أنه نبغى نركز اليوم 20، ما نبغى. أنا لما يجيني إعلامي ويحرجني أبى أسوي معك وهذا ممكن إني لكن لما تجي عن طريقكم أنتم بيكون أنا بقول والله الإدارة ما تمنعني. لكن أنا مو معناته أن اللاعبين طلبوا، ولكن كانت رغبة من الجميع، لاعبين، جهاز فني، إداري، اجتمعنا على أساس أن احنا يكون التركيز أكبر. الإعلام ممكن كلمة واحدة تودينا إلى من الشرق إلى الغرب، فنتمنى ان احنا نروح شرق باذن الله. لذلك في ساعدنا الجميع، الاعلام يساعدنا وهو عنصر فعال ومؤثر، يساعدنا ويتحملنا لين يوم 20 وبعدين بنسلم لك كل الامور ان شاء الله. حاضر كابتن للمباراه في الملعب ان شاء الله باذن الله. على الاقل يعني كان لك في مباراه الغرافه كان لك دور، يعني الكل يعلمون نزول اللاعبين في اشد الصعاب. ارجع اكون لاعب اهدى شوي من اني اكون خارج الملعب صراحه، يعني شغله صراحه مره الله يكون في العون، ما احس فيها الا اللي موجود. اول يعني الحين حتى زاد حبي للجماهير بزياده، اني اشوف انه تاثر. لما تكون برا تتاثر اكثر، في الملعب تقدر تسوي شيء، في الملعب عندك شيء تفرغه، عندك لكن برا صعب، تجي زي المجنون احيانا تركض من مكان لمكان تلقى نفسك الحكم يرجعك ولا يحاول ينذرك. لكن نتمنى باذن الله ان ربي ما يضيع تعبنا باذن الله. يوم 20 باذن الله نكون باذن الله. شكرا عبد الله.